شايفة الأربع شرايح توست دول؟ أنا بجد مش مصدقة أبدا إن أنا حولتهم لتورتة آيس كريم باسكن روبنز. عارفين آيس كريم باسكن روبنز اللي احنا بنجيبه غالي من عنده؟ أنا عملته في البيت يا جماعة بالتوست الأبيض، وتخيلوا ده اتعمل في الخلاط. اه والله في الخلاط، واربع شرايح توست. تعالي شوفي الجمال كله، هتشوفيه في الفيديو ده. انا عايزاكي تنسي اي ايس كريم شفتيه او عملتيه قبل كده، لان واثقه مليون في المية انك هتعملي احلى ايس كريم معايا بالتوست وباعلى مطه. بجد مش هتتخيلي المكونات عامله ازاي. اول مره هتشوفيه هنا، جديد وحصري. وحطي تحت كلمه حصري دي مليون خط. جبت هنا 4 شرايح من التوست زي ما انتوا شايفين، وقطعت الحواف بتاعتهم. تمام اهو. لو احتجت تاني ممكن اخد توست تاني، فانا كده هحتاج كمان شريحتين من التوست، يعني 6 شرايح مش 4، لان المقادير كده هتبقى مظبوطة جدا. هنزل بيهم في الخلاط. عليهم بقى عندي هنا كريمه لباني، والكريمه اللباني دي انا بصراحه بجيبها بسعر رخيص قوي من شركه موتزاريلا فريش، لان بيبيعوا حاجتهم جمله اصلا. نزلت بنص الازازه وباكت من الكريم كراميل. تمام، هنزل بباكت كمان، يعني كده 2 باكت. لو عايزين المقادير مكتوبه حبايبي قولولي وانا اكتبها لكم في اول كومنت مثبت. الحليب المكثف المحلى نزلت بكوبايه، الكوبايه دي انا عاملاه في البيت. هقول لكم على الطريقه دلوقتي. نزلت برشه فانيليا، وكمان هضربهم في الخلاط. هنزل عليهم بقى بكوبايه من الزبادي. ما تقلقوش، هقول لكم على الحليب المكثف المحلى انا عاملاه ازاي، سهل قوي. هضربهم كلهم كده في الخلاط. يلا بينا نرفع طاسه على النار فيها كوبايه من السكر، معلقتين كبار من الميه. اول ما يتكرملوا بنزل بشويه من السوداني وشويه من الفستق الحلبي. بصي اي مكسرات عندك، يعني ما تأزميش نفسك. مش عايزه تحطي فستق ومش قادره عليه ما تحطيهوش، استكفي بالسوداني. تمام. ممكن يتعمل باللوز، يعني ممكن تحطي لوز، بس انا لقيت المتوفر في البيت وحطيته. طبعا بعد ما تكرمل سبته يبرد، هبدأ ان انا اكسره كده بالشكل ده عشان اقدر ان انا افرمه في الكبة بتاعتي. هنزل بيه في الكبة وهبدأ ان انا افرمه. انا عايزاه ناعم شوية كده. خلاص فرمته ناعم، هو ده بقى شكله. تعالوا نشوف بقى هنطبق الايس كريم الحلو ده ازاي. جبت كده حاجة واسعة، نزلت باللي في الخلاط، ونزلت بقى بشوية بقى من الكراميل اللي احنا كسرناه، وهروح مقلبة. هنزل بشوية كمان وهقلب. عندي بقى هنا قالب مقاس 24، غطيته زي ما انتوا شايفين بورقة استرتش، ورحت نازلة بقى بالخليط بتاعي كده، وهغطيه من فوق برضو ببكر الاسترتش كده. هكمرها بقى كويس واروح مدخلها الفريزر. هتقعد يعني حوالي 6-7 ساعات على حسب ما تجمد معاكي. طلعيها على حسب الديب فريزر او الفريزر اللي عندك بقى. اول ما تلاقيه جمد طلعيه على طول. يلا بينا عشان نقلبه بقى على الصينيه بتاعتنا، ونشوف بقى هنزينه ازاي. وهوريهولك بقى لما اقطعه من جوه، مطته عاليه جدا وطعمه بجد في حته تانية خالص. بجد في حته تانية. انتوا عارفين ان انا دايما معوداكم على الجديد كله، ودايما بحب اعمل لكم الحاجات الجديدة. هنا بقى هزينها بصوص كراميل، وشوية كده بقى من الكراميل اللي انا فرمته بزينها. وعندي صوص شوكولاتة بنزل بيه عشان يعني يكسر اللون، ويكون لونها حلو كده ورسمتها حلوة وتفتح النفس. لو عندك ضيوف، عندك عيد ميلاد، تقدري تعمليها لولادك في عيد ميلادهم. بجد حلوة قوي. بصوا حتى وانا يعني بحطها في الطبق، شايفين المطة؟ كل ما بتقطمي قطمه تحسي ان هو بيمط معاكي. بجد جميل جدا. شايفه المطه بتاعته وكريمي ويجنن، طعمه في حته تانية خالص. انا عايزاكم لو وصلتوا لغايه هنا، اهم حاجه حبيبي ما تنسوش تصلوا على الرسول. ما تنسونيش بكومنت حلو، يا ريت تطبقوا الوصفه وتبعتولي وتقولوا لي رايكم فيها ايه. بحبكم قوي.